صباح الخير أو مساء الخير حسب بأي وقت عم تتابع هيدا الفيديو. قبل ما بلش بالأبراج الباقية في طاقة جماعية هيدي الفترة، وكتير منكم رح يحس إنه الرسالة جاية لإله تحديدا. اليوم رح أفتح طاقة بقية الأبراج اللي ما عملنا لهم فيديو ونشوف شو الرسالة اللي لازم توصلكم بهيدا الوقت. ركزوا منيح وخدوا نفس وخلي طاقة القراءة توصلكم مثل ما هي. رح أسحب كارتين لكل برج. البرج الثاني كمان رح اسحب له كارتين. البرج الثالث. طبعا بتمنى تعملوا فولو وشير للفيديو ليوصل لأكبر عدد من المتابعين. بكبر فيكم وبمحبتكم وبدعمكم مشان استمر بعمل الفيديوهات والقراءات لإلكم. إذا حابين قراءة خاصة كمان فيكم تحجزوا، طبعا لأن الطاقة الخاصة غير الطاقة العامة. خليني بلش بأول برج معانا لليوم اللي هو برج الجدي. يا جدي، واضح انك واقف على عتبة مرحلة جديدة بحياتك. أول كارت اللي طلع لك The High Priestess. هيدا كارت بيحكي عن حدسك القوي، عن صمتك اللي مو ضعف، بالعكس هو في شي عم بحس فيه وعم تشوفه قبل ما يصير، ويمكن عم تخبي قرار أو خطوة لسه مو وقتها تنحكى. أما كارت الديث، هيدا كارت التحول الكبير، في نهاية لشي بحياتك، علاقة، شغل، موقف، أو حتى طريقة تفكير. الكون عم يسكر باب قديم لحتى يفتح لك باب أوضح والأنسب لإلك. ورسالتي إلك لا تخاف من التغيير، لأنه اللي رايح ما عاد يخدمك واللي جاي أقوى بكتير. خلي عندك ثقة بحدسك واسمح للمرحلة الجديدة تفوت بدون مقاومة. يعني يا جدي بهالفترة اترك الشي اللي عم يستهلك طاقتك وامشي مع التغيير. أما البرج الثاني العذراء، واضح انك قطعت مشوار طويل وتعبت، ويمكن حسيت انك عم تحارب لحالك. أول كارت بيقلك إنك واقف على آخر خطوة قبل النجاح، أنت ماشي صح بس بدك شوية صبر زيادة، لأنه اللي عم تشتغل عليه رح يثمر. يعني شوف الشجر كيف عم يثمر. الأيس أوف وانز، هيدا كارت بداية قوية، في شي جديد رح يفوت على حياتك، فكرة، فرصة، علاقة ومشروع، في شرارة، في طاقة، وفي باب عم ينفتح قدامك. يعني رسالتي إلك لا توقف هلأ، انت عبواب بداية رح تغير مزاجك وطريقتك بالحياة. يعني تعبك ما راح على الفاضي، والكون عم يحضر لك انطلاقة حلوة. يا عذراء، بهالفترة كمل ولا تستسلم. البداية اللي ناطرتك بدها شخص صامد مثلك، مو شخص استسلم قبل النهاية. ننتقل للبرج الميزان اللي ثالث برج. واضح انك الفترة الجاية عندك حركة قوية. اول كارت طلع لك الإيت اوف وانز. هيدا كارت بيحكي عن تسارع بالاحداث، اخبار جاية، تواصل، او خطوة كانت واقفة ورح تمشي فجأة. في شي رح يصير بسرعة، ويمكن يجيك خبر ما كنت متوقعه بهي السرعة. اما ذا شاريوت، هيدا كارت القوة والسيطرة، عم يقلك انه القرار بايدك، وانك رح تمشي بطريق واضح تنتصر على اي عرقلة كانت قدامك. في نجاح، في خطوة محسوبة، في اتجاه جديد رح يفتح لك باب مهم. يا ميزان، ركز وخذ القرار اللي لازم يتاخد. الطاقة معك والسرعة لصالحك، والنتيجة رح تكون لمصلحتك. يعني بهي الفترة لا تتردد يا ميزان، وامشي باتجاه الخطوة اللي عم تناديك. أما البرج الرابع، برج الدلو. واضح انك مريت بوجع او خيبة بالفترة الماضية. الفايف اوف كابس، هيدا الكارت بيقول انك ماشي على الشي اللي راح، مركز على الشي اللي راح، او على الخسارة، على الوجع. بس في شي مهم واقف وراك ولسه موجود، بس يمكن ما عم تشوفه لانك موجود. اما كارت ذا لوفر، هيدا كارت علاقة مهمة، قرار من القلب او انسجام عم يرجع لحياتك. في توازن رح يصير، في وضوح، وفي خطوة رح تخليك تفهم ليش صار اللي صار. يعني اللي راح ما خسارة، كان توجيه، واللي جاي رح يكون أوضح وأقرب لقلبك. يعني نصيحتي لك يا دلو بهيدي الفترة، حول تركيزك من الخسارة للشي اللي لسه واقف بحياتك، لأنه هو المفتاح للمرحلة اللي جاي. أما آخر برج فهو برج الحوت. واضح انك مريت بموقف ما كان سهل عليك. اول كارت الفايف اوف سورد،
هيدا كارت بيحكي عن خلاف، كلمة جرحتك أو موقف حسسك أنك خسرت، رغم أنك كنت عم تتصرف بنية صافية. يمكن حسيت أنه ما حدا عم يفهمك أو أنه في حدا حاول يربح عليك. بس السكس اوف وانز هيدا كارت الانتصار، عم بيقلك انه حقك رح يرجع وسمعتك رح تتعدل وفي تقدير جاي. رح ينعرف مين كان الصح ومين كان الغلط، ورح توقف بمكان أعلى من قبل. يعني يا حوت لا تزعل من اللي صار، لأنه اللي جاي رح يرفعك ورح يورجيك إنك كنت ماشي بالطريق الصح. يعني يا حوت بهالفترة لا تدخل بمعارك صغيرة، لأن انتصارك الكبير جاي لحاله. وهي كانت قراءتنا للأبراج الخمسة اللي كانت باقيانة ما عملنا لهم فيديو. بتمنى تتابعوا الفيديو وتعملوا شير لإله. كمان برجع بذكركن مشان القراءات الخاصة، إذا حابين قراءات خاصة فيك تحجز على رقم الواتساب. بشوفكم بفيديو جديد وبطاقة جديدة. وكمان أكيد بكبر بمحبتكن ودعمكن لإلي دايما.